فادي ان انا عاصرت حقبه فيها ناصر منسي. هحكي كل حاجه عن ناصر منسي، لكن قبل ما ابدا انا عايز بس اقول حاجه. كسبت 4 قدام المصري، 5 ماتشات في الموسم ده لعبت المصري وكسبته كتعادل او مكسب، ما خسرتش منه ولا مره. عمري ما هنسى لما كابتن علي ماهر كان بيقول لي احنا عقده الزمالك، لما كل واحد كان كل شويه لازم يقول ده احنا عقده الزمالك. شفت بقى انك عقده، انت عقده، يعني انا مبسوط انك انت عقدتي والله. لو ده عقدتي انا مبسوط جدا والله العظيم. لكن قبل ما ابدا التحليل عايز يسيش لايك، الاشتراك، ويلا بقى نبدا في تحليل الماتش. في البدايه كان عمق الملعب كان مستباح لدرجه رهيبه، انا مش متخيلها. انا عامل ثلاثيه. انا كنت في الاول متخيل ان فتوح واحمد ربيع وعبد الله السعيد. لقيت ان فتوح مايل ناحيه الشمال، فقلت خلاص ده جناح شمال وقضاية دباغ نازل ك10. فلقيت ان نص الملعب تقيل قوي، تقيل ليه؟ ان احمد ربيع ما بيدافعش. والله يعني ده انت 6، يعني ده انت 6 ما بتدافعش ليه؟ يا جماعه هو بيدافع بطريقه وحشه قوي، يا هو بيدافع بطريقه وحشه قوي، يا هو ما بيدافعش بالظبط. وعبد الله السعيد هو اللي كان بيغطي عليه. عبد الله السعيد بطيء، عبد الله السعيد عنده مشاكل دفاعيه، مش الجامد قوي دفاعي. فيعني اما كان فانا كنت عايش شحاته في الوقت ده. شحاته ده هو كان هيقدر ان هو ينقذني. وطبعا دونجا هو اساسا لو كان موجود انا في ماتشات ما كنتش هتعب اساسا، يعني خلاص انا كسبت الماتش. فبسبب ده دخل جون اول عبيط جدا. صلاح محسن عطال الزمراوي شاطها عاديه جدا، وكانت مقرفه، يعني من الاخر مقرفه، كوره ملهاش لازمه من الاخر. لكن لما اول ما جه الجول الاول لقيت فتوح نزل كنص ملعب بقى ك8 8 ك8. فالريمونتادا لما نزل 8 الدنيا اتعدلت، والريمونتادا عدلت الاخطاء الدفاعيه دي اكتر واكتر. يعني الريمونتادا دي لما حصلت والجون جه من احلى الجوان او الاسيست اللي انا شفتها من خوان بتزيرا، هو الاسيست ده اسيست عالمي. واستنى دلوقتي هتشوف ايه الجول الاول. استنى وهدع الكوره ورفعها حلوه قوي، استنى فيها عضاية دباغ. ملك الفولو. انت بس اعمل كده وانت ما تقلقش، هتلاقي الفولو باك على طول جالك. عطى واحده جون في جون تخصصه المصري. عضاية دباغ ده تخصصه المصري، اول ما يلاقي مصري يعرف على طول انه هيجيب جون. وده كان بسبب ان بيزيرا، انا كل الكور كانت عنده، كل الكور كانت ناحيته، ناحيه اليمين كانت عنده. ليه؟ لان انا عندي عضيه دباغ انا ما اعرفش هو جناح شمال ولا كان ايه الصراحه. لكن انا بنتاي كانش ناحيه الشمال دي كنتش محدش فيها كان فيها كره الكوره. ناحيه الشمال دي محدش فيها كان بياخد الكوره، ولا بنتايج ولا عدي ولا اي حد. فايه بقى، فاللعب كله كان ناحيه اليمين، وده كان احسن حاجه في الدنيا. لان بتزيرا كان عمال يرقص الكور، كان بينزل يدخل في العمق، ودي حاجه كانت محترمه جدا، ويرقص ويعمل. وده كان سبب اصلا في الجون التاني اللي انت هتشوفه دلوقتي. بيزيرا برضو خد الكوره لف بيها عطاها لفتوح. فتوح عدى من 2 بطريقه سهله جدا، اللي هو انا متعود على كده يا شباب. عطاها الواحده للاسطوره، عم علي تاج راسي، ابويا، خالي، عمي، يعني جدي الفحل ناصر المنسي. شاط واحده عاديه الصراحه، هي عاديه، يعني انا مش هكدب. هي شاط واحده عاديه شويه، وجت جون والحارس باصص فيها اتفرج، الحمد لله والشكر لله يا رب. عدى بقى انا كسبان 2-1 والدنيا مظبوطه وزي الفل وزي الفل. بس برضو المصري كان بيقرب، المصري كان بيعمل، المصري كان بيسوي. وانا بعد الجون التاني الدفاع كان بيطلع قدام، فكان محمد اسماعيل كان دايما لازم يعمل عرضيات كويسه قوي كان لناصر منسي، فطلع انفراد وضيعه. وطلع برضو كرة تانية وكانت هتضيع، وحصل فاولات وحصل حاجات.
بس انا عايز افهمه، بس هو الحكم اللي انا حاليا والله ما فاكر اسمه، معروف. هو انا بس عايز افهم حاجه، هو الانذار ده ما طلعش من جيبك ولا انت نسيته؟ انت نسيته صح؟ قول يعني، قول انت نسيته من في جيبك، فانت مش عارف تعمل ايه، فبتعمل فاول بس صح. انا عايز افهم بس الموضوع ده، لان انا في كذا كوره كان مصر كان يستحق انذار، وفي كذا كوره للزمالك كان يستحق انذار، عشان برضو الاتنين. بس انا برضو يعني انت في تكسير كان بيحصل، مش شايف، انا مش شايف حاجه. كان في الزمالك برضو، هنا وهنا. انا بس اللي عايز افهمه هو ده ليه. ما هو مش يا جماعه انا مش همشي على الحكم على حسب مزاجه. انا مش همشي على الحكم على حسب مزاجه. انا عندي قرار لازم يتعمل. انما انا كل شويه لازم الاقي تكسير، ماليش محمد اعرف مش شايف اي حاجه، مش عامل اي حاجه، مش عامل اي حاجه، مش هدي انذار، نسى الانذار. انا بقول لك نسى الانذار. هو نسى الانذار، خاف بس عن دنيته دي، ما رضاش يطلع. اسمع مني. ما ده لازم كده. اليوم بقى التالت اللي هو العالمي لناصر منسي، انا هتشوفه دلوقتي. ناصر منسي بتزرع، طلع ناحيه اليمين، عمل كوره حلوه، كان هيعمل اسيست، بس ايه، دافع المصري طلعه، كان تقريبا خالد صبحي. الاقي ان ناصر منسي بيجري على الكوره، انا قلت انت بتجري ليه؟ خلاص هي 100% مش هتجيلك يعني. ما اصل اصل تقريبا ده كان خط وسط تقريبا اللاعب ده، انا مش عارف الصراحه مين. هو مش عبيط يعني، مش عبيط. لقيته عبيط. لقيت ان هو ناصر منسي عارف ياخد منه الكوره. قلت انا هيديها لبيزيرا يعني. انا هو ده كل ده ببالي، انا كنت عمال ابص ايه اللي هيحصل في الاخر. لقيت شوطه عالميه عالميه من ناصر منسي، حطها في الشباك. ودي حاجه يعني عالميه في ايه كمان يا جماعه؟ ان هو خد الريسك في الوقت الصح، وقت اللي انت كسبان. وقت اللي انت كسبان خدت الريسك، دي اللي انا عايزه. الوقت اللي انت كسبان خد الريسك براحتك، خد الريسك براحتك. ليه بقى؟ لو هي نفعت معاك فهي نفعت، ما نفعتش معاك ممكن حد يغطي غلطاتك. بس الريسك في الشوط مثلا، في الفاولات مثلا، في الحاجات دي انا بحب اخدها. بحب الاقي مثلا لاعب خط وسط مثلا عنده زاويه شوط. دي حاجه محترمه، ما تضمنهاش. لا يا عم، خد يا عم الريسك بتاعك، لو اتعمل خدت اللقطه زي ناصر منسي بالظبط. بس انا عايز ناصر منسي في الماتشات الجايه. انت قدام 9 ماتشات، 9 ماتشات، هو من اهم 9 ماتشات في الدوري، في الدوري والكونفدراليه. يعني انت عندك في الكونفدراليه شباب بلوزداد، عندك ماتشين، ماتش هناك وماتش هنا. وعندك في ماتش الدوري عندك 5 ماتشات، 5 ماتشات حرفيا. اول 3 ماتشات اللي هو الماتش من انت منهم كسبته، اول 3 ماتش هيحددوا انت اول ولا تاني. اول ولا تاني هيتحددوا من التلاته دولت. ان انت هتلاعب ايه؟ المصري كسبته، هتلاعب بيراميدز. بيراميدز لو انت كسبته، انت خلاص انت نزلته 3 نقط، فانت عليته عنه 3 نقط، فخلاص هو خسر 6 نقط حرفيا. وعندك ايه؟ هتشوف بقى الاهلي خسر من بيراميدز، فالاهلي بره. الاهلي كسب بيراميدز، فبيراميدز بره. إيه، انا بس كل اللي عليك انك تكسب بيراميدز. كسبت بيراميدز وكسبت انبي، انت اول طبعا مش خلاص، انت اتحددت بالظبط. انت طلعت الاول ولا تاني. هيبقى قدامك ماتش الاهلي. اقسم بالله العظيم حرفيا انا عندي احساس بده، ان ده هيبقى ماتش الدوري. الماتش ده مين هيكسب الدوري بالظبط. انا حاسس كده. انا حاسس ان الاهلي هيكسب اول 4 ماتشات، اول 3 ماتشات، وانا هكسب اول 3 ماتشات، ولا ابقى رابع ماتش. اللي هيكسب هنتعادل بالنقط، يا ايه هكسب الدوري. وان انا اكسب الدوري من الاهلي دي حاجه عظيمه يعني تاريخيه. الرابع جنب كرة ثابتة ومش هنزله الصراحة. بس أنا عايز يا جماعة أقول لازم يكون مدرب كرات ثابتة، لازم يكون مدرب كرات ثابتة. إجباري والله العظيم بدون هزار. مدرب كرات ثابتة لازم يجي في النادي، لازم. نخش يا شباب على فقرة التقييمات. الأستاذ مهدي سليمان أديله 5. عمر جابر أديله 4. يعني طول ما أنت كسبان يعني هنديها الأمان. بس أنا عايز محمد إبراهيم. محمد اسماعيل اديله 5. حسام عبد المجيد اديله بالجون 7.
بنتايج اديله 3. احمد ربيع بالنسبه لي 0. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد 3. فتوح بالنسبه لي انا 10/10، لعب جامد جدا. خالد زير 10/10، ناصر منسي 10/10، عضية دباغ 10/10. تبديلات نزلت احمد شريف، انا مشفتش منه حاجه الصراحه. هو ادم الكيد غلط في الكوره، بس الحمد لله عملها فاول، انقذ نفسه يعني، لان الغلطه لو دخلت جون كنت يعني ادم الكيد ده كان اتشال من الفريق كله، لان الغلطه بفوره، الغلطه حرفيا 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 غلطه بفوره كلها، فوره الدوري وفوره الكونفدراليه. الفوره لازم اقول ان لازم كرات ثابته يجي في النادي، لازم واجباري ان مدرب كرات ثابته يجي في النادي. دي حاجه انا بلاشد فيها كل حته، لازم مدرب كرات ثابته يجي النادي بجد. مدرب ثابته يجي في النادي، انا عندي احتماليه كبيره ان انا اكسب، اللي انا عايز انا اكسب الدوري والكونفدراليه بسهوله، لان انت مدرب كرات ثابته ده هيوقف لي في لعيبتي صح، فممكن اجيب جوان بسبب الموضوع ده. فاولات، الفاولات والركنيات اللي هتيجي عليا، ما دي خطر برضو، ممكن تيجي جوان. فانت برضو لازم ان انت تكون موقفها. فاهم مليون حاجه، لازم مدرب كره السله ده مهم جدا، هو في الموسم ده والموسم اللي بعده. فانا مش عارف هل الزمالك هيقدر يجيب مدرب كره سله دلوقتي، انا مش عارف الصراحه. بس انا مبسوط بالماتش، مبسوط بان انا اول الدوري، مبسوط ان انا عندي عداد دباغ تقريبا هو هداف الدوري يعني متساوي مع تريزيجيه تقريبا، وناصر منسي بيلاحقوا. سكواد كويس السكواد، بس انا مش عايز كل مره انا في اول الماتش الاقي نفسي المستوى هابط وانا بعليه، او مثلا مستوى عالي وانا بهبطه. انا مش عايز الاقي كل شويه كده. يعني حاول ان على الاقل وانا بنزل يعني الدروب بتاعي يبقى ما بقاش كارثه. لا لازم تحاول. وزي الشباب، اللايك، الاشتراك، الصعب.